السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وما ينفعش طبعا رمضان يجي وما نشربش صوبيا في رمضان. النهارده هنعمل بودرة الصوبيا في البيت بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم بإذن الله. شايفين قوامها كده والفوم بتاعها كده من فوق؟ بصوا طعمها حكاية ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. اهم حاجه ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ريت يا جماعه فضلا وليس امرا تحطوا لايك الفيديو ده بيبسطني خالص بيعرفني ان الفيديو عجبكم. وما تقلقوش، هو مش بفلوس ولا اي حاجه ومش بياخد منكم اي وقت. وكمان لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا كل فيديو انا هنزله. اول حاجه كده هسمي بالله واجيب ربع كيلو من السكر البودره، ويا ريت يعني يستحسن ان هو يكون مطحون في البيت عشان ما يكونش عليه اي اضافات، يعني لو اشتريناه من السوبر ماركت. انا كده طحنت ربع كيلو من السكر البودره وحطيت عليه نص كوبايه من لبن البودره وكمان نص كوبايه من الكريم شانتيه، وحطيت بقى معلقه صغيره من جوز الهند وكمان نص معلقه من اسانس جوز الهند البودره. بنجيبه طبعا كل الحاجات دي من عند العطار وبقلبهم كويس خالص. وطبعا اسانس جوز الهند هو ده اللي هيخليها زي بتاعت بره يا جماعه. لازم بس ما نحط حته صغيره، يعني ربع معلقه او نص معلقه، مش كتير، نص معلقه صغيره عشان بس ما تمررش. وكمان نيجي للتركايه التانية، انا طبعا هحضرهم بكوبايتين من اللبن. احنا كده خلاص حضرنا بودرة الصوبيا، يعني نيجي بقى نعملها ونحضرها يعني نجهزها. هجيب كوبايتين من اللبن وممكن تنفع بلبن او مية. احط في اللبن، احط عليها معلقة صغيرة من الماء الورد لو مش بتحبوها عادي يعني، بس هي بتبقى حلوة بماء الورد وبرضو ما نكترش. ممكن كمان تعملوا الصوبيا باللبن بالمية اقصد، لو يعني مش بتحبوها ان هي تبقى دسمة وكده. هي اصلا كده كده فيها لبن بودرة، بس عشان تبقى دسمة كده وحلوة حضرتها باللبن بس كده. وحطيت المعلقة تحت الماء الورد واللبن في الخلاط وكده ضربتهم كويس. لو حسيتوها ان هي لسه محتاجة شوية سكر عادي طبعا هنضيف لها سكر تاني، وبس نضربها كويس كده في الخلاط وبس كده ونصبها كده في الكوبايات. بصوا هتشربوا احلى صوبيا شربتوها في حياتكم، وبتبقى عامله كده فوم طبعا عشان احنا ضربناها في الخلاط عشان فيها طبعا كريم شانتيه. بتبقى حلوه كده. وكمان لو ضفتوا مكعبات تلج طبعا في الكوبايات مش في الخلاط بتبقى ساقعه كده وحلوه، وخاصه احنا في رمضان بنشرب عصاير كتير. نسيت اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه، على كل كوبايه صوبيا هحط معلقه من بودره الصوبيا، يعني على كل كوبايه لبن هحط عليها معلقه من بودره الصوبيا واضربهم في الخلاط زي ما تحبوا، وهتعملوها باللبن او بالميه طبعا عادي. وبس كده خلاص انا حضرت بودره الصوبيا وهتقعد معايا طول شهر رمضان، ومش هشتريها خلاص كده من بره. وفرت طبعا، هي غاليه سواء جاهزه او جبتها كده في برطمانات يعني من السوبر ماركت بتتباع جاهزه. وفرتها وخلاص بقيت عندي كده في البيت. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك، تحطوا اللايك للفيديو، تشتركوا تحت في القناه وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الوصفه ايه، واكتبوا لي كمان عايزين الفيديو الجاي يكون ايه. واسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.